حلوى أخرى من حلويات الزمن الجميل حلوة الكاوكاو في الكويرطات بأسهل وأنجح طريقة، وصفة معتمدة وما كنبدلهاش. غادي نشاركها معكم بتفاصيلها. غادي نحتاجوا لهاد الوصفة 500 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر ومقشر ومطحون. غادي نضيف عليه 150 غرام ديال الدقيق الأبيض نوعية جيدة خاص بالحلويات، وغادي نضيف معلقة صغيرة ديال القرفة مع معلقة كبيرة ديال السكر ثقيل، وكنخلط الكل جيدا. ثم كنضيف مقدار 100 مليلتر من الزيت نباتية، كنضيف بالتدريج وانا كنخلط. ممكن تحتاج معكم اكثر او اقل، ما تضيفوش الزيت دفعة واحدة انما على دفعات. كنخلط الخليط ديالي مزيان فحال كنعجنو، وكنجمع الخليط حتى كنتحصل على واحد الكرة من العجين بحال اللي كتشوفوا معايا. ونبدا في تشكيل الحلوى. كناخذ كره من العجين وكنبسطها براحه اليد بشكل بيضاوي بحال اللي كتشوفوا معايا. حاولوا ما تكبروهمش بزاف لانه واخا ما فيهاش الخميره الا كتنفخ في الطياب وكتشق. ندخل الصينيه ديالي الفران اللي مسخن من قبل، مشعول من تحت ومن فوق. قردوا معها البال، ما خصهاش طيب بزاف. وفاش تحيدوها من الفران ضروري من انها تبرد مزيان، وكنأكد على هذه النقطه لانها كتفتت بسرعه. حلوه اللي كتذوب في اليد قبل الفم. كنفندها في السكر الثقيل وكنعملها في الكويرطات وكتجينا بهذا الشكل. حلوة فعلا تستحق التجربة، جربوها على ضمانتي وما تنساوش تشاركوني تجاربكم. ما تنسونيش كذلك من البارتاج، وإلا كنتو مازال ما اشتركتوش دعوة للاشتراك. استودعكم الله إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.